اسعدني ان اول مكان اطلع فيه بشكل رسمي كزياره مدنيه وبشكل مخطط يكون مركز مدينه ابو سوير وقريه من قرى المركز اللي هي قريه سبع قرى. وانا ده تقدير منه، يعني انا بعتبره تقدير لمكانه هذا المركز العظيم. وانا شخصيا بؤكد ان انا خلال الجوله في امور كتير لم ترضيني، وبالتالي انا خدت قرار ان انا اقصر الجوله المره دي على الامور الخاصه بالموضوعات العامه والموضوعات الخاصه بالمرافق والامور الخاصه بشؤون الناس، عشان بس الزياره تجيب نتيجه. مبدئيا انا اديت تعليمات، ويمكن انتم تلاحظوا ان السيد رئيس المركز والمدينه مش موجود معانا لان هو متواجد حاليا في القريه اللي فيها مشاكل، وانا استدعيت رئيس مجلس اداره شركه الصرف الصحي والناس الشغل عنده مشكله، فبعت نمره 2 بتاعه هيتواجدوا في القريه للتعامل مع مشكله الصرف الصحي. انا شخصيا شايفها كان يجب ان يتم التدخل فيها من فتره، وهم موجودين حاليا لحل مشكله مجموعه من الاهالي يعتبروا اهاليكم وناسكم بيعانوا، فخدت قرار بهذا. لكن اسعدني في المقابل ان انا جاي اشد على ايد بارقه امل، وهم الفريق بتاع مركز شباب ابو سوير اللي على وشك ان يحقق انجاز تاريخي، مش عارف تحسين بيه ولا لا، ان هذا المركز ان شاء الله بالدعم والتدعيم وبالاراده ان شاء الله يسطر التاريخ اللي احنا منتظرينه منه، ويضع بلده والمركز اللي هو بيمثله على خريطه الطريق، خريطه الكره المصريه. وبالتالي انا كنت جاي اقول للعيبه ديت ان انا ايدي في ايدهم لغايه ان شاء الله نوصلوا لهذا الهدف وهذا التحول. انا عايز حضراتكم تركزوا معايا شويه في النقطه اللي انا بقولها دي، لان هي القصه فيها مش كوره بس، القصه مش الهدف فيها كوره فقط. اللي خلونا نشتغل على المستوى اللي هو ليه رؤيه واستراتيجيه. الفريق ده ممكن يوجه نظر كبار مسؤولين الدوله لمكان زي اللي احنا موجودين فيه. وهذه المدينه وهذا المركز ممكن يبقى فتح الخير على اهله وناسه من منطلق ان انا لما اطلب طلب للمكان ده هيلبى، لان بقى فيه اشاره معينه موجهه مركزيا على هذا المكان. فممكن باراده وباصرار ولادكم الصغيرين اللي وراكم دول يكونوا بوابه امل كبيره قوي لكل اللي انتوا عايزينه. يبقى احنا نعمل ايه؟ ما نتهاونش بالانجاز اللي هم ماشيين فيه. انا عارف مدى المجهود ومدى المعاناه ان ناس تصل الى هذا المستوى وهذه المرتبه في ظل هذا النقص الهائل من الامكانيات، ورغم ذلك انا جاي اعضدهم ليه؟ لان عارف ان هم عاملين رحله كفاح لغايه دلوقتي محتاجه منكم معايا ومعاهم نكمل بقى ونقول لهم احنا خدنا بالنا من اللي انتوا بتعملوه. ماشي يا جماعه؟ ما دون ذلك انا ان شاء الله كل كان في بعض الموضوعات او المشاكل، انا برضه عندي موضوع تاني ان انا عندي اجتماع بخصوص المشروعات الكبيره بتاع قناه السويس في مجلس الوزراء الساعه 5:30. فالتوقيت يا دوبك على الطريق، فاستسمحكم اي مواضيع مكتوبه او مواضيع محتاج ان هي تتناقش هتتجمع الدكتور اشرف المتابعه هيجمع الكلام ده. بس حضرتك حاجه نوع عشان بص، الانجاز الوحيد اللي في ابو سويف هو المكان اللي انت قاعد فيه ده الانجاز الوحيد. باقي
التصوير في اي ملف في اي حاجه. مشكله واحده هنتكلم فيها بس بقى. طب يعني نتكلم باسلوب كوبايه الميه. ماشي يا باشا. يبقى كوبايه الميه ديت لما يبقى فيها شويه مليانين وشويه فاضيين، نشوف المليان والفاضي ولا نشوف الفاضي بس؟ يبقى احنا عندنا حاجه نركن عليها. انا يا استاذ مش السبب في انك ما عندكش غير انجاز واحد، بس انا جاي استثمر هذا الانجاز ان احنا نعمل جنبه مجموعه من الانجازات. فما تعدليش الدنيا، احنا ايدينا في ايدين بعض نعمل العديد من الانجازات. فانا عايزك تشوف ما انا والله بالاسرع سيادتك كويس. والله سيادتك يعني وصلت الرساله؟ ايوه يا فندم. قول اللي بعدين بس عشان انا